السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم معنا في دقائق في السياسة. عربدة صهيونية في أجواء سوريا واعتداءات قسدية على الجيش السوري. هل من تلازم بين الأمرين؟ نلاحظ أنه كلما كان هنالك شبه انفراجة على الوضع السوري الداخلي، إما أن تقوم إسرائيل بقصف مناطق في سوريا أو التقدم في الأرض السورية، أو أن يقوم عملاؤها بالتحرش بالدولة السورية. وهذا بات واضحا بأن الصهاينة ليس لهم من رغبة بالتغيير الذي حصل في سوريا، ولا يريدون حكما من الأغلبية، ولا يريدون حكما قادما من خلال ثورة شعبية. وبالتالي هنالك إشكالية عند الصهاينة بأن النظام البائد الذي كان يقوم بحمايتهم على مدى 5 عقود ويدعي المقاومة والممانعة والصمود والتصدي وما شابه قد انتهى، وبالتالي أصبحوا في مواجهة فعلية مع الشعب السوري، وهم دائما يريدون من يحيط بهم، إما أن تكون جيوش وظيفية أو مناطق عازلة يقوم عليها عملاء. اليوم قسد وهي تقترب رويدا من نهاية المدة المتفق عليها في تنفيذ اتفاق آذار مارس، تجد نفسها بأنها ربما لن تحقق ما تصبو إليه، لأن المشروع القسدي أو مشروع البككة لا يتسق مع المشروع الوطني السوري بالمطلق. فلا بد من التحرش بالدولة السورية، وأن الدولة السورية تتعامل مع داعش، وهي أصلا قسد بين قوسين تبنتها الولايات المتحدة الأمريكية، أو البككة هذا الإرهاب الذي أطلقت عليه قسد بذريعة محاربة داعش. اليوم الاعتداء الذي حصل شرق الرقة وأدى إلى مقتل جنديين من الجيش السوري، كان هنالك رد شديد من قوات الجيش السوري، وهنالك حديث عن تقدم على الأرض، وربما دخلت فصائل النخبة في مقاتلة ميليشيات قسد. هنا السؤال: هل سيستمر الجيش السوري بالتقدم؟ هل هنالك توقف؟ هل هنالك سنرى اتفاقات ما تظهر؟ أعتقد بأن مجموعة من الأمور أيضا يجب أن نفهمها بشكل واضح. لقاء جربة مع القيادة السورية مؤشر بأن هنالك تفكك ربما يحصل بين المكونين لقسد، لا سيما المكون العربي الذي ينضوي تحت لواء قسد. وهنالك أيضا ربما إشارات بأن مظلوم عبدي مأزوم حاليا وليس هو صاحب القرار، فالقرار يعود إلى الجناح القادم من إيران، وجناح البككة الإيراني والجناح التركي هما المتحكمان حقيقة في القرار القسدي. الأيام القادمة ربما تكشف عن كثير من التفاصيل، لكن نؤكد على أن ما يحصل من خلال الاعتداءات الصهيونية أو العربدة في أجواء دمشق والاعتداءات القسدية كلها تدور في محور واحد، وهو عدم السماح لسوريا بالاستقرار، أو أن تنطلق حكومة سوريا نحو الإعمار، أو أن ما حققته من نجاحات سياسية خارجية لا يصب في مصلحة الأطراف الانفصالية الداخلية أو الكيان الصهيوني.